يا جماعه انا عايزكم تشوفوا الفيديو الغريب اللي هوريه لكم دلوقتي ده وتحللوه معايا وتقولوا لي الفيديو ده ايه او اللي جوه الفيديو ده ايه. مبدئيا انا عمري في حياتي ما رحت مكه ولا شفت الكعبه على الطبيعه، وانما شفتها على الشاشه يعني زي غيري من الناس. ربنا يوعدنا واياكم بزياره بيته الكريم. ولكن انا بقلب على التيك توك لقيت كميه فيديوهات كتيره جدا منتشره للمقطع ده، وهو عباره عن مقطع بيصوروا احد الاشخاص من شاشه التلفزيون لمكه، للستاره بتاعت المكه، وظاهر جواها وش شكله غريب. الصوره اللي ظاهره قدامكم على الشاشه دلوقتي دي، او الفيديو اللي ظاهر قدامكم على الشاشه ده. طبعا الموضوع اثار فضولي كالعاده، واستغربت القصه دي، وازاي بيت ربنا ظاهر فيه الكلام ده، واشمعنى الشخص اللي في الشاشه ده هو اللي شافها. الغريب ان الناس عماله تتكلم عن الموضوع يعني، وعامل ضجه كبيره جدا على التيك توك، وناس كتير عماله تعلق على الموضوع. فانا استغربت الموضوع، فدخلت ابحث عن القصه دي او اشوف الفيديوهات بتاعت الكعبه او ستاره الكعبه وشكلها الحقيقي. فشفت شكلها زي ما انتم شايفينه قدامكم كده، فعرفت ان المكان ده الخلفيه بتاعته عباره عن لون ذهبي، او هي مطرزه بالذهب، انا ما اعرفش والله اعلم. اللي راح وشاف منكم اكيد يعرف الكلام ده. المهم لقيت شكلها او لونها مطرز بالذهبي زي ما انتم شايفين كده. في الفيديو الاولاني اللي وريته لكم ظاهر الشكل الغريب ده، واللون الذهبي مش ظاهر خالص. فايه قصه الفيديو ده وايه حقيقته؟ وهل فعلا الصوره دي او الشكل ده ظهر حقيقي على ستاره الكعبه؟ واشمعنى الشخص اللي على الشاشه بس هو اللي شافه؟ وليه الناس اللي كانت موجوده اللي هو مصورهم اللي بيلفوا حوالين الكعبه وبيطوفوا حوالين الكعبه ما شافوش مثلا المنظر ده؟ فهل معقول وممكن ان يكون الشكل ده ظهر في الكعبة حقيقي، ولا ده ممكن يكون معمول بالفوتوشوب وان القصة دي كلها مش حقيقية؟ ولو هي مش حقيقية فكده يبقى بانت ان في حد بيلعب في المقدسات بتاعتنا علشان يشوه صورة المقدسات بتاعتنا او حاجة زي كده. وانا عن نفسي مش عارف ليه مش مقتنع بالفيديو ده، ولكن انا حبيت اعرض عليكم الفيديو علشان تشوفوا الفيديو بعينيكم وتشوفوه بنفسيكم وتشاركوني الرأي فيه. هل الفيديو ده حقيقي ولا ده معمول بالمونتاج ومتعدل عليه بالمونتاج، والصورة اللي ظاهرة قدامكم دي عبارة عن فوتوشوب؟ مستني رأيكم في التعليقات.